السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نعمل غدا سهل وسريع. هنعمل فرخة مشوية في الفرن وتحتها بطاطس، ونعمل طبق سلطة وطبق سلطة طحينة ورز بشعرية. تابعوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله يعجبكم. معايا فرخة قطعتها من ظهرها، قسمتها كده قطعتها من الظهر. تمام. معايا طماطمتين، بصلايه متوسطه، فلفلايه كبيره او فلفلتين صغيرين، ملح وفلفل وكمون وشطه وتوم بودره وبصل بودره وكزبره وبابريكا ومرقه دجاج ماجي. تمام. اول حاجه بقى هعملها، هجيب شفشق الخلاط ومعايا خل. هجيب شفشق الخلاط واحط فيه البصل والفلفل والطماطم واضربهم كويس قوي في الخلاط وارجع لكم. كده ضربتهم كويس جدا اهو في شفشق الخلاط. انا ما حطيتش فيهم التوابل خالص. اجيب طبق وافضي كل الكميه في الطبق. انا ما حطيتش ولا توابل ولا حطيت الخل عشان الزفاره، ما حطيتش الخل لسه. احط بقى كل التوابل اللي انت عايزاها، ولو عايزه تنقصي حاجه ممكن تنقصيها عادي. واحط الخل واديهم تقليبه حلوه. من كده اتاكد بقى ان مرقه الدجاج دابت اهي. المفروض كنت انا اصلا دوبتها في الاول اهي. هسيب بقى التتبيله دي كده على جنب واجيب الفرخه. كده جبت الفرخه هقطعها، هخرمها كده. انا غسلتها كويس جدا بالدقيق والملح. هخرمها كده، وممكن اخبطها خبطتين كده بالشاكوش. هو الشاكوش الخشب، بس انا هكتفي بان انا اخرمها كده كويس جدا. السكينه كده حلوه قوي. تمام. خلاص كده انا خرمت الفرخه. بقول لكم كمان ممكن ان انا اديها خبطتين كده بالشاكوش الخشب، بس انا اديتهاش. تمام. التتبيله بقى هجيبها اهي، جبتها كويس جدا وبحطها عليها كده. احاول ادخل التتبيله جوه الخرام. تمام. جوه الجلد كده. وهقلبها يمه التانية واحط التتبيله عليها كده. بقت التتبيله اهي. عشان انا هسيبها في التتبيله كده لمده ساعه او ساعتين قبل ما اشويها. وممكن تتبليها، بتعملي الخطوه دي من بالليل وتحطيها في التلاجة وتاني يوم تروحي شويها عادي. بس انا عملتها النهارده الصبح، فانا هسيبها كده في التتبيله بتاعتها لحد ما تاخد من التتبيله كويس جدا. انا ممكن اسيبها ساعه او ساعه ونص وابدا اشويها. الفراخ اهي طلعتها من التلاجة، اتبلت ساعه، خدت لها ساعه في التلاجة. طلعتها عشان احطها في اشويها في الفرن. انا حطيت بطاطس، قطعت 3 حبات بطاطس بالعدد. هرش عليهم شويه ملح عشان احدق البطاطس. تمام كده. بس كده حلوين. واحط عليهم فلفل اسمر
ممكن تشوي الفرخه من غير بطاطس تحت، بس انا قلت عشان الفرخه بتنزل صوص اللي هي الشوربه بتاعتها، فتنزلها ايه في على البطاطس، والبطاطس هتاخد من طعمها. بس هتحطي الشبكه اللي هي العاديه خالص بتاعتك دي، هتروحي حطاها فوق الصينيه، وتروح ماسكه الفرخه كده، بسم الله الرحمن الرحيم، وتروحي حطاها كده. بس اي حاجات بقى كده تروحي، هي التتبيله تاخديها تمشيها عليها. بس كده هي التتبيله حلوه قوي قوي، واخده وقت كويس قوي في التلاجة. انا سبتها تقريبا من ساعه ونص لساعتين، فواخده وقت حلو قوي. واروح قافله عليها بقى الشبكه كده، وقايده الفرن من فوق ومن تحت كويس جدا، واروح مدخلاها واسيبها قايده من فوق ومن تحت، واقعد كل شويه اقلبها، الاقيها مثلا خدت وش من اليمه دي اروح قلباها اليمه التانيه، وهكذا. البطاطس بقى اللي تحت هحط لها كوبايه ميه عشان تساعد في السوا، عشان الفرخه مش هتنزل السوائل كافيه للبطاطس تستوي بسرعه. انا هعمل بقى مع الفرخه المشويه هعمل رز بشعريه. هحط الاول الزيت الاول، معلقه زيت صغيره خالص، واحط قطعه الزبده. ممكن تعملي رز بخلطه، ممكن تعملي رز حبه وحبه، اللي يريحك. ممكن تاكلوها بالعيش، انا هعملها برز بشعريه وعيش جنبها. تمام كده، الزبده تسيح. هنزل بقى بالشعريه المقدار اللي انت عايزاه حسب افراد الاسره. مش هحمر بقى الشعريه كويس جدا، واخد بالي عشان ما تتلسعش مني كده. خلاص الشعريه قصدي خدت لون كويس جدا. هنزل بالرز، هنزل بالرز كده واديه تشويحه حلوه قوي. وبعدين هنزل بالملح والميه. طبعا مقدار الرز زي مقدار الميه هو والشعريه. والملح بقى والملح بقى معروف، يعني على كل كوبايه رز معلقه صغيره خالص ملح بس. والشعريه برضه كذلك. هديها تشويحه كده حلو قوي كده. هنزل بقى بالميه وغطي عليه، اول ما يدي غلوه اروح موطيه عليه خالص. وبكده رز الشعريه يكون استوى وخلص. هنا كده الرز بعد ما خلص هوريه لكم. انا طفيت عليه اهو، بسم الله الرحمن الرحيم اهو كده. الرز بشعريه خلاص خلص. واستنى بقى الفرخه اول ما تتشوي في الفرن. انا عماله اقلبها شويه اليمين الجنب ده وشويه الجنب ده، واول ما تخلص هوريها لكم. وبكده يكون الغدا خلص. الفراخ لسه مطلعاها من الفرن، شلتها من الشبكه وحطيتها في الصينيه على البطاطس. البطاطس مستويه خالص اهي، والفراخ اهي مستويه خالص اهي. وعملت طبق سلطه، الفراخ اهي مستويه. وعملت طبق سلطه، وعملت طبق سلطه طحينه. وبألف هنا وشفا. والرز اهوت خلص، وبألف هنا وشفا. وكانت معكم ايمان هلال. غدا سهل وبسيط وسريع. رز بشعريه، صينيه بطاطس بالفراخ ومشويه في الفرن، طبق سلطه، سلطه طحينه. وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.